السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي قناة معكم. اليوم غادي نسمعوا قصة جديدة. قصة اليوم تقدر تكون قصتك انت او انتي. هي قصة واقعية، ممكن تكون قصة حب، نجاح، فشل او خيانة، اللي ممكن ناخذ منها العبرة. لكل واحد عاش تجربة وبغى يشاركها معنا، يمكن يرسل قصته عبر الواتساب. وما تنسوش تعطيو رأي أو نصيحة لصاحب القصة في التعليقات. وشكرا. السلام عليكم. أنا الاسم ديالي فاطمة الزهراء من مدينة مكناس. العمر ديالي 19 سنة. اليوم حبيت نعاود لكم القصة. حدود الدار ديالنا، مع صحاب الدار كانوا خارجين، وبدا يقول لي فاطمة الزهراء انا راه وليت كنبغيك، هادشي اللي كدير معايا بزاف، وراني وليت كنحس بشي حاجه من جهتك. قال لي واش تقدري تكوني معايا ويكون خير ان شاء الله. انا بقيت متردده، واخا انا كيعجبني بقيت متردده. قلت لي حتى نفكر. مشيت للدار، المهم انا اصلا في الدار، مشيت للبيت ديالي. قال لي صافي فكري خدي راحتك. مشيت انا على ما بين ما جا الليل، فكرت
سير دير شي حاجة ومن بعد اجي. المهم هي هذيك مشى على اساس انه يدير شي حاجة ويتغير باش احنا نكونوا لبعضياتنا. مشى هي هذيك. بقيت كنبكي الليل وكنبكي النهار. كندخل البيت ديالي وكنبكي. كيجيو لي صحاب الدار كيقولوا لك مالكي شنو كدير؟ كنقول لهم لا والو، غير شي حاجه طاحت ليا في عيني وداكشي علاش. انا راه كنبكي ديما نبكي في الصباح، نبكي في العشيه، نبكي في الليل. المهم ديما خصنا نبكي حيت بغيتو بزاف واحد الدرجه ما تتصوراش. كنت كنحماق عليه بزاف. المهم بقيت هكا، بقيت ديما كنفكر فيه واخا داكشي كاع اللي دار. بقيت كنفكر فيه عمره ما تمسح ليا الذاكره ديالي. صافي حتى واحد الوقت وكان حيت كنا كنهضروا غير في الفيسبوك، هو يحل كنقول ليه عبد الاله شنو درتي؟ واش هادشي اللي سمعت بصح؟ واش هادشي اللي هو ما جاوبنيش. دوز ليا مراته كتهضر معايا في الفيسبوك، كتقمع فيا، المهم ما خلت ما قالت فيا. وانا تصدمت بزاف. عرفت تما باللي حتى حاجه ما كانت اصلا قبل غتكون دابا. كتقول لي انا مراتو وراه عاود لي عليك، وراه كنتي لاصقه فيه، وراه كنتي دايره وكنتي. مع ذلك انا هاد الهضره كامله كانت كذوب. انا واحد البنت اللي عمرني ما كنلصق في الواحد، اللي كيمشي الراس، وانا ما كنقول ليه لا سير لا جلس. الا كنتي باغيني ما تبقى معايا، ما كنتيش باغيني الله يعاونك، الله يسهل عليك. هادشي اللي كنقول ليه، وهادشي اللي دار ليا بقى فيا الحال بزاف. صافي مع واحد تقريبا شي عام هو يعيط ليا في الفيسبوك
قال لي فاطمة الزهراء انا راه بغيت نطلق، بغيت نرجع ليك. واخا هكاك فرحت شويه ما نكذبش عليكم، فرحت. ولكن فاش بقيت كنفكر مع راسي كنقول لا ما نقدرش نديرها. واخا ما عرفتش نكون كنبغيه ولكن ما نديرهاش، حيت اصلا هو تخلى عليا، عاد انا باش نرجع ليه؟ لا. هضر معايا مره اخرى قال لي شنو فكرتي؟ قلت ليه انا ما نقدرش نرجع معاك، ما نقدرش، انت تخلي بنت الناس باش انا نرجع لك، هادي راه ما تكونش هادي. قلت ليه كما خليتيني حتى انا غادي نحاول نخليك، ولكن مع داكشي انا ما قلتوش من قلبي، ما قلتوش من قلبي. واخا كتبقى فيا الحال بزاف وبقيت هكا كنبغيه وكنتفكروا بزاف ديال المرات. تصوروا انني كندخل الفيسبوك ديالو مع ذلك ان ما عنديش بليزامي ديالي حيت حيدته وحيدني حتى هو، وكندخل لي فوتو ديالو وكنشوفو مع مراتو وهكا بزاف ديال الحوايج، وهو دابا كيطلب مني باش نرجع معاه، ولكن انا مازال متردده. ما بغيتش باش نرجع معاه، ما بغيتش باش نعيش هذاك العذاب اللي عشته هي معاه، وما بغيتش حتى انا نعيش هذاك العذاب اللي عشته من قبل، حيت اثر فيا بزاف. كنت كنفكر بعقلي، ما كنتش كنفكر نهائيا، ما كنتش كنفكر بالعقل ديالي، كنت ديما تابعه القلب ديالي، والقلب ديالي هو اللي وصلني لهاد الحاله. المهم اخوتي طولت عليكم بزاف وسمحوا ليا، ونتمنى تعجبكم القصه ديالي وبسلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.